أوقات كتير الإنسان ممكن يسأل نفسه سؤال منطقي جدا: إزاي أتخلص من الفوضى والطاقة السلبية اللي موجودة في حياتي؟ السؤال ده إجابته حاجة واحدة بس: إني أتخلص من الكراكيب. هنعرف من خلال حلقتنا النهاردة وكتاب عبودية الكراكيب لكارين كينجستون ماهية الكراكيب، إيه هي الكراكيب أصلا في حياتي وإزاي أعرفها. هنعرف كمان ايه هي التأثيرات اللي بتأثرها عليا الكراكيب دي، وازاي بتعطلني وازاي بتأثر على روتين حياتي ويومي. هنعرف كمان التغير الكامل اللي هيحصل في روحنا وفي نفسيتنا لما هنتخلص من الكراكيب دي. فأهلا بكم في حلقة جديدة من تلبيب الكتب، ويلا نبدأ. في البداية كده علشان أتخلص من حاجة لازم أعرف إيه هي بالظبط وأعرف إزاي هي بتأثر عليا. الكاتبة في الكتاب بتقولك إن كلمة كراكيب دي جاية من كلمة كلاتر، اللي هي مشتقة من كلمة كلوتر، اللي هي بمعنى التخثر، يعني تحول المادة السائلة لمادة جامدة أو صلبة، زي تخثر اللبن اللي هو اللبن لما يقطع. يعني الكراكيب دي عاملة زي الطاقة الراكدة، زي المواد الصلبة اللي بتعيق حركة الإنسان وبتعيق إنتاجيته. وفكرة الكتاب ببساطة في التخلص من الكراكيب هو إني أخلق مساحات واسعة لتدفق الطاقة المكدسة في مكان معين. يعني أنا لما بيكون في كراكيب كتير قوي حواليا، الكراكيب دي بتعمل طاقة سلبية في المكان، بتخليني مش قادرة أنتج، مش قادرة أنجز مهامي، مش قادرة أتحرك، دايما حاسس بالكسل، دايما حاسس بالخمول، دايما حاسس إن أنا مش عارفة أبدأ منين وتايه. الكاتبة بقى في الكتاب بتخلق المساحات الواسعة أو المساحات الرحبة دي عن طريق حاجة اسمها الفينج شوي. الفينج شوي ده حاجة ليها علاقة بعلم الطاقة والروحانيات، واحنا عشان ما ندخلش في حرمانية الموضوع ده احنا هناخد بس الافكار المنطقية والواقعية في التخلص من الكراكيب. يعني مثلا الكاتبة بتقول ان في اسباب للطاقة الراكدة اللي بتخلينا، او الطاقة المحبوسة دي اللي بتخلينا مش عارفين ننتج ولا ننجز اي حاجة في حياتنا. والاسباب دول نوعين: منها مادي ملموس زي التراب والزبالة والقاذورات والشحوم، مثلا مطبخك مبهدل ومليان دهون وحاجات زي كده، كل دي حاجات بتحبس الطاقة في المكان وبتخليكي دايما مخنوقة اول ما تدخلي المطبخ، مش عايزة تقربي من ناحيته، مش عايزة تطبخي، مش عايزة تروقي، مش عايزة تعملي اي حاجة. دي الاسباب المادية. وكمان في اسباب معنويه متعلقه بالذكريات الخاصه بالاشياء. يعني مثلا انت عندك تحف او مشغولات او هدوم بتاعت حد قديمه، او اي ذكريات او اي حاجه ليها علاقه بذكرى قديمه، كل دي اسباب معنويه بتؤدي للطاقه الراكده او الطاقه اللي بتتحبس داخل المكان، واللي يعني هي في شكلها العام بتكون كراكيب، وده اللي بيؤدي للطاقة السلبية والفوضى اللي بتخلينا مش قادرين ننجز أي حاجة في حياتنا. هديك مثال علشان تفهم وتوضح لك الصورة بشكل أفضل. لو انت شايف شخص عنده شغل وشغله ده على مكتبه ده مليان ورق مرمي ومقطع ومكرمش في كل حتة، وكوبايات شاي والقهوة مرصصين قدامه مكانهم طابع كده في المكتب، ودباسة وقلم مفتوحة هنا، وكمبيوتر مثلا الكمبيوتر دوت مليان أسلاك، والأسلاك دي عليها تراب مليان عنكبوت، وشفت الصخب والفوضى دي كلها. ولو رحنا لنفس ذات الشخص ده اللي عنده شغل على مكتبه المرتب النظيف، مش قدامه بس غير الورق اللي هيشتغل عليه شكله مرتب ومهندم، مثلا الكمبيوتر بتاعه برضو مظبطه كده، لابتوب مثلا صغير، حاطط مثلا زهرية كده تريح نفسيته وتديله يعني امل كده في الحياة ان هو يشتغل بطاقة وشغف ونفس، كوباية القهوة بتاعته بس، يعني مروق الدنيا خالص قدامه والدنيا تمام وكل حاجة. تفتكروا مين الشخص اللي هينجز وهينتج بشكل افضل واحسن، وهيكون طبعا انتاجه كويس، يعني هيطلع شغل مظبوط وهو نفسه هيكون مرتاح وهو بيشتغل؟ اكيد طبعا الشخص التاني المنظم، اللي كل حاجة قدامه مرتبة ونظيفة، وبتبعث على فعلا ان الانسان يشتغل وهو مبسوط ومرتاح وطاقته
إيجابية في المكان. وهي دي ببساطة فكرة إن أنا أخلق مساحات رحبة أو واسعة علشان تتكدس أو تتدفق الطاقة اللي محبوسة أو متكدسة في مكان معين، عن طريق إن أنا أتخلص من كل الكراكيب والفوضى والحاجات اللي بتعيق الحركة أو بتعيق الإنتاج. طيب أنا كده عرفت إيه هي الكراكيب وفهمت المعنى بتاع خلق مساحات واسعة لتدفق الطاقة والكلام ده كله. طب أنا هبدأ بقى أتخلص من الكراكيب. أنا لازم أعرف الأول أنواع الكراكيب دي إيه. الكاتبة لخصت أنواع الكراكيب في 4 أنواع: حاجات لا بستخدمها ولا بحبها، حاجات مش مرتبة وفي حالة فوضى، يعني حاجات مثلا حتى لو أنا محتاجها بس هي متكركبة جدا ومش منظمة ومتلخبطة في بعض، حاجات كتير قوي في مساحة صغيرة جدا من البيت أو من مكان الشغل أو من مكتبي أو كل الأماكن اللي أنا ممكن أكون بحتاج فيها إني أعمل وأنتج بشكل أفضل. وأي حاجة مش مكتملة، يعني الحاجات اللي احنا مثلا ممكن نقول جزء مثلا من لعبة، يعني قصقوصة من مش عارف هدوم ايه، اصلا اقول لما انا ممكن ابقى احتاجها هلاقيها مثلا، فاقوم راكنها بقى في درج، راكنها تحت السرير، مش عارف ايه، حاجات انا مش بستعملها بس عندي اعتقاد ان انا ممكن استعملها. هي ممكن تكون بايظة اصلا او انا مش محتاجها في حاجة، او يعني هي بجد بجد مش هتنفعني في الوقت الحالي خالص، بس انا حابب ان انا احتفظ بيها لا ربما او لعل وعسى اني احتاجها في وقت من الاوقات. لو قعدنا نفكر في ال4 انواع دول من الكراكيب هنلاقيهم في كل بيت من بيوتنا. هنلاقي عندنا الحاجات اللي لا بنستخدمها ولا بنحبها بس احنا محتفظين بيها. ليه؟ نسأل نفسنا السؤال ده، ما نعرفش. هنلاقي برضو الحاجات اللي مش مترتبة وفوضى مستمرة، يعني مثلا لعب أطفال، هدوم مرمية، كراريس قديمة، ورق مش محتاجينه، مثلا أوقات كتير بطاريات اللي هي بتاعت الريموتات والحاجات ديت نبقى راميينها، ألوان مثلا مقصفة ومكسرة، حاجات كتير قوي قوي. لو هنقعد ندور في بيوتنا هنلاقي فعلا الحاجات اللي بتبقى مسببة لنا ضغط واضطراب حقيقي، بتخلينا مش قادرين نقوم مثلا نروق، مش قادرين نقوم نذاكر، مش قادرين نقوم نشوف اللي ورانا او نشتغل. وكمان برضو هنلاقي المكان الصغير اللي بيبقى مليان حاجات كتير جدا، حتى لو احنا بنستخدمها وحتى لو احنا بنحبها وعايزينها فعلا، بس المكان صغر عليها جدا، فده بيخلق فوضى وبيخلق كراكيب. محتاجين ان احنا يا اما ننقل لمكان اوسع، يا اما نفضي جزء كبير جدا من الحاجات اللي عاملة الكركبة والفوضى دي. وهنا في قاعدتين مهمين جدا لازم نبقى حاطينهم كده قدامنا لما نيجي نتخلص من الكراكيب في حياتنا. اول حاجة اننا ما نشتريش حاجة غير لما نكون فعلا محتاجينها. تاني حاجة اننا لما ندخل حاجة جديدة في حياتنا او في بيتنا او ايا كان لازم نخرج قصادها حاجة. يعني انا مثلا اشتريت هدوم جديدة لازم اخرج قصادها هدوم قديمة، وما تقنعش نفسك ان انت هتحتاج الهدوم دي، خلاص انت مش محتاجها اكيد، لان انت لو كنت محتاجها ما كنتش اشتريت الجديدة. هنرجع تاني للقاعدة الاولى اللي بتقول ان احنا ما نشتريش الحاجة غير لما نكون فعلا محتاجينها. كده احنا عرفنا ايه هي الكراكيب ومعناها، وعرفنا كمان انواعها. تعالوا نعرف كمان من الكتاب ده ازاي الكراكيب دي بتأثر على نفسيتنا وعلى حياتنا وعلى نظامنا وعلى كل حاجة. حرفيا هتنبهروا من كم التأثيرات اللي الكراكيب والفوضى بتأثر بيها علينا. اول حاجة الكراكيب بتأثر علينا فيها ان هي دايما بتحسسنا اننا تعبانين وكسلانين على طول. لما تيجي تروق، لو انت عندك فوضى وعندك معظم انواع الكراكيب اللي احنا اتكلمنا عنها دي، هتبص تلاقي نفسك دايما تعبان، حاسس ان المهمة بالنسبة لك كبيرة جدا، جبل قدامك مش عارف تبدأ منه منين. وده السبب فيه هي الطاقة المتكدسة حوالين الفوضى والكراكيب دي اللي بتحسسني دايما اني كسلان ومش قادر انجز المهمة اللي قدامي. الكراكيب كمان بتخليك دايما عايش في الماضي. الحاجات الكتير اللي عندك اللي مسببة فوضى وكراكيب مش بتخلق مساحة لأي حاجة جديدة تدخل في حياتك، سواء كان جهاز، أفكار، ناس مثلا. انت دايما متشبث بالحاجات القديمة اللي عندك، شايف انه انت ما عندكش مجال انك تتعرف على ناس جديدة او تجرب او تفكر في حاجات جديدة، تستخدم حاجات جديدة، بتقول خلاص ما انا عندي او ما عنديش ليها مكان. فدايما الكراكيب دي بتخليك شخص دايما بيبص لوراك، دايما عايش في الماضي. ومش بس كده، ده انت كمان
تبقى بتلقي باللوم دايما على الحاجات اللي عندك، وكأن هي المسؤولة عن الحالة اللي انت فيها دي بانك شخص عايش في الماضي. لا، السبب هو الكراكيب اللي انت مصمم انك تحتفظ بيها وانت مش محتاجها، مش مدي لنفسك فرصة انك تخلق لنفسك حياة جديدة منعشة فيها حركة وفيها حرية وفيها يعني سلاسة وسهولة ويسر. الكاتبة كمان بتقول ان الكراكيب بتأثر حتى على طبيعة اجسامنا، يعني بتخلي الشخص شخص خامل كده ومش نشيط. طبيعة الحاجات المتكدسة حواليك بتخلي جسمك متكدس زيها. هتلاقي مثلا الشخص اللي على طول عنده كراكيب وفوضى في حياته، في بيته، في مكان شغله، في اي مكان هو بيتواجد فيه، هتلاقيه شخص كسول جدا. بتقولك ان هو هتلاقيه مثلا مش بيمارس الرياضة، هتلاقيه شخص كئيب كده وممل وروتيني. هتلاقيه مثلا ما عندوش حيوية، ما عندوش نضارة، ما عندوش تجديد في حياته. ممكن كمان انه تلاقيه بيعاني من امراض زي الامساك. فالكراكيب دي بتأثر حتى على جسمك، بتحس ان جسمك نفسه مرتبط بيها كأنها حمل وانت ماشي بيه طول الوقت. تخيل كمان ان الكراكيب دي ممكن يكون لها علاقة بزيادة الوزن. الكاتبة لاحظت ان اغلب الناس اللي عندها فوضى برضو كراكيب كتير في حياتهم وبيحبوا دايما يحتفظوا ويكدسوا الحاجات حواليهم بيعانوا من زيادة في الوزن، لأن الناس دي بيكون من السهل عليها إن هي تقتني وتكدس وتجمع وتحافظ أكتر من إن هي يكون عندها يعني أفكار عن التخلي وإن هي تطلع الحاجات اللي عندها دي أو تستغنى عن الفوضى، الحاجات اللي مش بتستخدمها، الحاجات اللي مش بتحبها. هي أفكارهم كده، وبالتالي ده بينعكس على شخصيتهم في الأكل وفي الشرب. بيكون سهل عليهم إن هم يكتسبوا الوزن ويربوا طبقات من الدهون أسهل بكتير جدا من إن هم مثلا يتبعوا نظام غذائي او يعملوا رياضه والى اخره. الكراكيب كمان بتسبب اضطرابات كتير جدا للناس، بتخليهم اوقات كتير الرؤيه عندهم في حياتهم مش واضحه، يعني هو مش عارف هو عايز يعمل ايه بالظبط. كل ده بيبقى له علاقه برضو بالفوضى والكراكيب في حياته. الكراكيب كمان بتأثر على علاقتي بالآخرين. طب ازاي؟ الكراكيب بتدي صورة عامة عنك قدام الناس، يعني الناس هتشوفك من خلال الشخصية اللي بتوضح لهم من التعامل. هبسطها لكم. يعني انت دلوقتي شخص فوضوي، حواليك كراكيب كتير، انت اصلا هتلاقي من جواك انت شخص اصلا فوضوي. انت من جواك هتلاقي فيه تراكمات لحاجات كتير جدا. كل ده بيتنقل للناس اللي قدامك وبيشوفوك من خلال الصورة اللي انت بتتعامل بيها مع نفسك. ناهيك كمان عن انك لو شخص مثلا غير ملتزم، مش بتنجز المهام في مواعيدها، شخص مثلا ما بيوصلش في مواعيده لانك يعني فوضوي ومش منظم، كل الحاجات دي بتبدأ تتنقل للناس اللي حواليك، وبناء عليه هما بيتعاملوا معاك. فالكراكيب هنا كانت محور التعامل او محور اللي خلى الناس تتعامل معاك بصورة معينة. كمان بتخلي في عدم تناغم بينك وبين الناس اللي حواليك. يعني انت مثلا لو طالب جامعي قاعد في مدينة جامعية معاك 3-4 افراد في الأوضة وانت شخص فوضوي وبتحب الكراكيب، ده هيخلي الناس اللي حواليك لو هما بقى منظمين تنفر منك وما يبقوش متناغمين في التعامل معاك. الكراكيب كمان بتخلي الشخص شخص متقاعس، دايما بيؤجل عمل اليوم الى الغد، ما بيقدرش ابدا ان هو ينجز الحاجات اللي حوالي اللي وراه. يعني الكراكيب كمان والفوضى في حياتك هتخليك دايما شخص خجلان من مواجهة الناس. تخيل ان انت شخص بيتك كله كراكيب، ده هيخليك انك تبقى مكسوف الناس تيجي عندك وتشوف بقى بيتك الغير منظم واللي مش نظيف، هدومك المرمية في كل حتة، كتب وورق ومواعين وتراب وحاجات كتير جدا. ده هيخليك دايما مرتبك، مضطرب، متوتر. والكراكيب كمان ممكن انها تعطلك عن حياتك. لما بتحط خطة لأي حاجة، مثلا هتسافر، هتبدأ شغل جديد، هتقوم مثلا هتقومي تعملي اي حاجة في البيت، الكراكيب اللي في حياتك هتعطلك، لانك هتقولي طب لما اروق دي، لما ابقى اجيب مش عارف منظم لايه، لما كذا كذا كذا. فالخطط والحاجات اللي انت بتحطيها جديدة لحياتك هتلاقيها بتتعطل وبتتأجل كل يوم، ويوم على يوم الموضوع بيزداد سوء والفوضى بتكتر، والكراكيب بتأثر على حياتك بشكل سلبي
أكتر. الكراكيب كمان ممكن تحسسك بالإحباط وتضعف من معنوياتك وتخليك إنك خلاص، ما أنا يعني لما كل مرة هتيجي إنك تعمل حاجة جديدة فتحس إن الكراكيب دي بالنسبة لك عائق وحمل على كتافك، هتقول خلاص مش مشكلة، هتحبط وهتبقى مش عايز تعمل حاجة ونفسك هتتسد من الآخر عن أي إنجاز عايز تعمله في حياتك. الكراكيب كمان ممكن تبقى مشكلة كبيرة جدا ليك وانت مسافر، لما انت شخص بتحب تحتفظ بكل حاجة، فبدل ما هتسافر بشنطة كده ميني خفيفة فيها بس الحاجات الضرورية، لا انت هتحتاج بقى 600 ألف شنطة عشان تلم فيها كل الحاجات اللي انت معتقد انك بتحتاجها ودايما بتاخدها معاك في كل سفرية وبترجع بيها زي ما هي من غير ما تعمل بيها اي حاجة. لان هو المشكلة في تفكيرنا احنا ونظرتنا لاحتياجنا للكراكيب والفوضى في حياتنا. لو انت بتنظفي كمان البيت هتحسي ان وقت التنظيف بيتضاعف بسبب وجود كراكيب في البيت، لانك بدل ما هتشيلي مثلا وتمسحي كده بسرعه وتروقي وترتبي كده الحاجات سريعا سريعا، لا هتقعدي بقى تنقلي كل الحاجات اللي انت مخزناها والشنط المكومه فوق بعضها يعني انتوا اكيد فاهميني بالذات في نقطه التنظيف دي، انها فعلا بتاخد وقت كبير جدا وضغط بيخليكي اصلا تكرهي التنظيف وتكرهي البيت وتكرهي الحياه وتبقي عايزه تهربي وتشوف حد تاني يعمل كل اللي وراكي ده. وكل ده بسبب الكراكيب والفوضى والحاجات اللي احنا يعني 90% منها مش بنبقى محتاجينها ولا بنستخدمها اصلا. الكراكيب كمان ممكن تأثر على صحتك الجسدية، لان الحاجات اللي احنا بنقعد نحتفظ بيها ونشيلها في اكياس وكراتين الحاجات دي كلها ممكن تحوي او تجيب حشرات وامراض وحاجات كتير قوي احنا في غنى عنها، والحاجات دي طبعا هتوصلنا الى اننا نروح للدكاترة ونعيا ونبقى على طول مرضانين، ده بالاضافة للكسل والخمول اللي هي اصلا بتسببه لنا. وعشان كده كمان الكاتب بتقول ان الكراكيب دي مكلفة من الناحية المادية، لان هي بتضيع لك الوقت، بتخليك تشتري حاجات علشان تخزنها فيها، فانت بتصرف فلوس في الحاجات اللي هتتخزن فيها. زي ما قلت لكم في الاول، لو انت المكان عندك صغير ومكدس فيه حاجات كتير فبتضطر انك تنقل لمكان اكبر، وفي حين ان انت اصلا ممكن كل الحاجات اللي انت عايز تنقلها لمكان اكبر دي تكون انت اصلا مش محتاجها فتدفع فيها فلوس اكتر. فالكراكيب برضو بتأثر على الناحية المادية للانسان. اخر حاجة الكراكيب بتأثر بيها على حياتنا انها بتصرف انتباهي عن الحاجات المهمة. لما هتزيد الحاجات اللي في حياتي المادية وتزيد كم الحاجات اللي انا محتفظ بيها ويزيد كم الكراكيب بمعنى اصح في حياتي، كل حاجة وكل جسم وكل ذكرى وكل شيء مادي او معنوي انا محتفظ بيه بياخد جزء من انتباهي وبيشتت تفكيري وبيأثر على طاقتي. فالكراكيب مضرة على أصعدة وعلى جوانب كتير جدا، محتاجين ان احنا نعيد نظرة في كل الحاجات اللي احنا بنحتفظ بيها ونفكر هل الحاجة دي فعلا احنا محتاجينها، لو مش محتاجينها نحاول ان احنا نتخلص منها طبعا بشكل ايجابي، نديها لحد محتاجها او ما شابه ذلك. لحد هنا هنقف ولحد هنا هتكون خلصت حلقتنا النهاردة. استنوني ونكمل مع بعض الكتاب ده في فيديو جديد من تلبيب الكتب مع إيمان سعيد، وسلام عليكم.